السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا حبايبي، ده طاجن عكاوي اللي ليه في العكاوي تحفة، خيال، مش قادرة اوصف لكم خيال قد ايه. سلقنا العكاوي، اديناها غلوة ورمينا ميتها، وبعدين حطينا شوحناها بمعلقة زبدة. وبعد ما شوحناها بمعلقة زبدة حطينا عليها 3 4 بصلات قطعناهم، وحطينا مية مغلية وملح وفلفل وحبهان ورق لورا، واستوت. خدنا الشوربة بتاعتها، حمرنا بصلتين جوليان، 3 4 بصلات كمان، وعملنا يجي كيلو بصل قوارمه زي ما انتم شايفين كده، حمرناه وحطينا معاها وجزرتين، وعملتها صينيه ودخلتها الفرن. مش قادره اوصف لكم، حطيت معاها ملح وفلفل وخلطه البهارات وكزبره ناشفه، خيال. بصوا بصوا السوا، ما شاء الله. اللي ليه في العكاوي يجي عندنا، شايفين ما شاء الله. بصوا سايبه العظم اهي، تحفه. مش قادره اوصف لكم ريحتها ولا طعمها بقى. بصوا دي عكاوي تحفة تحفة تحفة، وطريقة جميلة جميلة. خشوا على مطبخ ام يوسف للاكلات الجديدة واتفرجوا على الفيديوهات، هتعجبكم جدا جدا جدا. مطبخ ام يوسف للاكلات الجديدة روعة، كل ما هو جديد عند ام يوسف. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.